مرحبا بكم. نحن في مكان يوجد من ناحية سيدي منصور، وهو بداية القناة أو ما يسمى بحزام بورقيبة، وبالتالي نحن في الطرف أو في منطقة المصب، في نقطة التقاء هذا الحزام بالبحر من ناحية سيدي منصور. وبطبيعة الحال نوريكم إذن عمل التهيئة لهذه القناة في منطقة المصب بجهر الأرض ورفع الملوثات، ثم ببناء حاجز أو قناة في آخر هذا المصب. وتلاحظوا هذا يمكن من التحكم في التلوث. وهنا لا محالة باش يلتقي البحر بالقناة بعد نهاية الإشغال. نلاحظ هنا ناحية البحر ملوثات قليلة، وهو ما يمكن من سلامة الهواء من قوش روائح كريهة. ولما نتنقلوا من القناة هذه في اتجاه الداخل، في اتجاه طريق تنيور مثلا، فنلاحظوا أن الملوثات كثيرة، والسكان ما زالوا يلقوا بفضلاتهم في هذه القناة. إن شاء الله يتم الوعي بأن البيئة السليمة هي في عدم إلقاء الفضلات في أي مكان، ونجنبوا التلوث. والهدف هو الحفاظ على بيئة سليمة للسكان والحفاظ على صحتهم أيضا، باعتبار أن تراكم الملوثات والماء الراكد ينمي الحشرات والبعوض. وإن شاء الله الناس الكل نتلهاو بالبيئة، وهو عمل بطبيعة الحال فردي جماعي ومؤسساتي، وإن شاء الله صفاقس توصل إلى مصاف المدن التي تحافظ على البيئة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء من منطقة المصب بين قناة حزام بورقيبة وسيدي منصور.